السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. انا منى من قناة منمن احمد. سامحوني على صوتي وان انا اتاخرت عليكم فترة. انا تعبانة جدا زي ما انتم شايفين، انا صوتي وجعني جدا. فمش قادرة والله لا احضر فيديوهات ولا قادرة اعمل اي حاجة. بجد عندي تعب شديد جدا، يعني دور برد كمان اصعب من اللي فات. فانا قلت اصور لكم كده شوية مشتريات من السوبر ماركت، نزلنا اشتريناها، وقلت اصورها لكم واشارككم بيها، وبالمره اقول لكم على العروض اللي اولاد رجب منزلينها. انا الحاجات دي جايباها من اولاد رجب. طبعا انتوا عارفينها، هي ليها فروع في كل حته. آه انا جايبه من الفرع اللي في الويلي، عشان انا ساكنه في حدائق القبه زي ما انتوا عارفين. اللي هو منزل بصراحه حاجات حلوه قوي، ومنزل كمان يا ريتني كنت معايا الورقه. منزل كمان حاجات لعيد الام وهدايا ولو انتي عايزه تجيبي حاجه لحماتك او لمامتك او لاي حد، منزل حاجات جميله جدا وباسعار حلوه. انا جبت جبنه رومي وجبنه زي ما انتوا شايفين. دي سعرها في العرض عامل 60 جنيه. حلوة جدا يا بنات وطعمها حلو قوي. انا بحب الجبنة الرومي اللي هي بتبقى وسط. ما بحبش لا القديمة قوي ولا الجديدة قوي، بحب اللي هي دي. وبحب كمان الجبنة اللي هي جبنتي دي. واشتريت لبن نيدو، بشتري اللي هو 300 جرام ده على طول. سوري يا بنات. واشتريت العرض ده من طعمة، برضو حلو. في 32 تقريبا او 32. سوري يا بنات. في 32 واحدة بس، حلو جدا. كان سعره برضو رخيص مش غالي، كان تقريبا ب15 ونص، في الحدود دي. واشتريت الجبنة دي من دومتي. واشتريت جبنة اولاد رجب الفيتا، انا بحبها جدا. هي كانت مشتريات بسيطة، انا قلت بس اطلع اسلم عليكم عشان انتوا وحشتوني خالص، و... واتكلم معاكم شوية. اتمنى ان انا اكون خفيفة على قلبكم، وان انا ما كنتش طولت عليكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس اللي تحت الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. اكون بس خفيت. ويا ريت تتابعوني على الفيسبوك، هتلاقوا الصفحة بتاعتي، الاكاونت والانستجرام وكل حاجة تحت الفيديو ده. هتلاقوا اللينكات بتاع كل حاجة. وعايزة اقول لكم كمان ايه رأيكم، كنت بفكر ان انا اطلع معاكم مباشر، هعمل بث مباشر. فانتوا تقولوا لي ايه رايكم في الموضوع ده، وانتوا حابين او لا، عشان لو كده نطلع نتكلم مع بعض شويه اونلاين وتتعرفوا عليا واتعرف عليكم ونتكلم مع بعض شويه. شوفوا كده وقولوا لي تحت في التعليقات. يا رب ما اكونش طولت عليكم. هتوحشوني يا حبايب قلبي والله. مع السلامه.